الدهب هيطلع ولا هينزل؟ السؤال اللي بقى ترندي والناس كلها بتسأله اليومين دول. طبعا بعد الحرب وبعد الأحداث اللي حصلت، الدهب نزل شوية والحاجات هتبدأ تريح شوية، بس هقولك على تفاصيل وهقولك على مفاجآت وهقولك على نصايح. بس قبل أي حاجة صلي وسلمي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو ما كنتيش اشتركت في القناة بتاعتي اشتركي في القناة عشان يوصلك كل فيديوهات التوفير وتوفير الدهب وازاي تشتري الدهب والوقت المناسب اللي تشتري فيه الدهب وازاي توفري وتجيبيه كمان. هقول لكم يا بنات على حاجة مهمة جدا. أه الحقيقة ان في ناس كتير بتسأل السؤال دوت ومبهاش عارفة رد اجابته ايه. طب انا دلوقتي هشتري الذهب وهو نازل، طب الذهب هيفضل نازل على طول كده؟ انا عايزة اقولك ان الذهب عمره ما بيخسر على المدى البعيد لو انت اشتريتي. يعني انا معايا مبلغ كبير وهشتري بيه ذهب، هشتري الذهب يعني مبلغ كبير، وعارفة ان حياتي ما شاء الله شغاله كويس والدنيا كويسه معايا، ومعايا وظيفتي او فلوسي بتجيلي او كلام من ده، محوشه المبلغ وما شاء الله الدنيا ماشيه معايا كويسه جدا. هجيب يا بنات سبائك من الذهب، ويا ريت تكون السبيكه كبيره. يعني لو معاكي مبلغ كويس وعايزه تجيبي سبيكه 5 جرام هتعدي دلوقتي ال 40,000 جنيه، فهاتيها مفيش اي مشاكل خالص، بدل انت عارفه انك مش بتحتاجيها دلوقتي. انا عايزه اقولك ان من سنه ونص تقريبا انا كنت جايبه لواحده صاحبتي سبيكه ب 18,000 جنيه. والله يا بنات والله سنة ونص بقت دلوقتي ب43,000 جنيه، يعني كسبت قدها مرتين ونص. فشوفي الاستثمار بتاع الذهب على المدى البعيد ما شاء الله بيجيب معاه نتائج كويسة جدا، وأحسن كمان من إنك تحطي الفلوس في البنك وتطلعي فوائد، والفوائد أصلا عليها كلام كتير إن هي حرام وإن هي ما تنفعش، ولها تفاصيل يعني، ومش كلها بتبقى حرام وكلام من ده. ففي شيوخ قالت تنفع وفي شيوخ قالت لا، او في ناس بتبقى مضطرة عشان هي ما تقدرش ان هي تحطها في حتة تانية او خايفة على فلوسها. ده مش موضوعنا عامة النهاردة عايزة اقولك ان استثمارك في الذهب ده كويس جدا. لو انت معاكي مبلغ كبير وعايزة انك توفري المبلغ ده او تستثمري في الذهب، فدي مش حاجة وحشة خالص. انت هاتي بدل ظروفك سامحة ومعاكي مبلغ كبير، هاتي اكبر سبيكة تقدر تجيبيها 2 جرام، 2 ونص، 5 جرام، 10 جرام، هاتي اللي انت عايزاه. طب انا معايا مبلغ ما يكملش 10 جرام من السبيكة، هاتي سبيكة 5 جرام وسبيكة 2 جرام ونص. طيب اهم حاجة انك تخزني فلوسك او تجمدي فلوسك في دهب، ده اهم حاجة. اهم حاجة بقى يا بنات، طب انا ظروفي مش سامحة وحاسة ان انا ممكن احتاج ولو مبلغ صغير على مثلا شهرين 3 لا قدر الله في مشكلة. طيب انا ما احطش البيض يا بنات كله في سله واحده زي ما بيقولوا، يعني ما اجيبش السبيكه واخد كل الفلوس اللي معايا واحطها في سبيكه واحده وبعد كده اما اجي ابيع. اولا الفلوس هتضطري ان انت هتبيعي السبيكه كلها بالمبلغ اللي معاكي وتاخدي المبلغ ده. اولا شفتي الفلوس في ايدك، فهتضطري مثلا في المشكله اللي انت رايحه لها او البيع السبيكه بسببها هتفتح معاكي، والفلوس هتجر فلوس تانية وهتجر فلوس تالتة وكلام من ده. طب انا اعمل ايه؟ ممكن اجيب بنص المبلغ اللي معايا سبيكه على قد نص المبلغ، والنص التاني اجيب بيه حاجات صغيره، سبايك صغيره ولو نص جرام او جرام، على اساس ان انا لو احتجت فلوس ابيع على قد ما انا محتاجه. ودي نصيحه مهمه جدا يا بنات، وانا بتبعها الفتره اللي فاتت، لان طبعا الظروف مش سامحه، او مش بنبقى يعني ايه الظروف معانا كويسه، ساعات بيحصل موقف، ساعات بيحصل حكايه، ساعات بيحصل مشكله، فبتضطري ان انت محتاجه فلوس. بدل ما تستلف، طب انا اعمل ايه؟ ان اروح ابيع نص سبيكه نص جرام من معايا واسيب الباقي زي ما هو. هتقولي طب ما انا ممكن اجيب ابيع السبيكه الخمسة جرام واخد الفلوس اللي انا عايزاه والباقي اجيب سبيكه تانية. طب ما انت هتشتريها غاليه، لان انت هتبيع غالي بس هتشتري غالي، غير بقى ان انت هتشتري كمان مصنعيه وهتدفعي مصنعيه وهتدفعي فلوس مواصلات، ده يضحك عليكي وده يقول لك ده بسعر وده بسعر ولازمته ايه. طيب انا ممكن ما احطش البيت كله بتاعي في سله واحده واجيب يا بنات بنص الفلوس سبيكه على قد نص الفلوس مثلا، ولو مثلا عامه السبيكة دلوقتي الخمسة جرام ب40,000 جنيه، أنا معايا 40,000 جنيه هم، خلاص هجيب سبيكة 2 جرام ونص ب20,000 جنيه، وال20,000 التانيين هجيبهم سبايك جرام واحد بس، يعني سبيكة في سبيكة في نص في كلام من ده. أهم حاجة إن أنا ما اسيبش معايا فلوس خالص عشان فلوسي كلها تتجمد في السبايك بتاعة الذهب. دي حاجة. الحاجة التانية يا بنات اللي أنا عايزة أقولها لكم، ان كده انت بتوفري فلوسك وبتفضلي موفره الفلوس ديت عشان ما ترجعيش ان انت تشتري دهب تاني، طبعا بمصنعيه وكلام من ده. وناس كتير سالتني في الكومنتات انت ليه اشتريتي السبيكتين
كل سبيكه من محل. اولا يا بنات انا قلت، يمكن انتوا ما سمعتوش في اخر الفيديو، ان انا ما تلاقيش غير في المحل اللي بايع السبيكه ب 2080 جنيه غير سبيكه واحده ربع جرام. وطبعا ما كانش ينفع ان انا اسيب الفرصه دي، لان هو عطيهالي ارخص كتير من سعر السوق. طب هو كمان اداهالي مش ب 2080، ده هو كمان خصم 30 جنيه، والله كتر خيره على الكلام ده. طيب انا رحت ما طلعتش عنده الا السبيكه دي، فرحت اشتريتها خلاص. وانا كده وفرت حوالي 150 جنيه من السبيكه التانية. السبيكه التانية كانت ب 2180 جنيه، يعني مزود عليا اكتر من 130 جنيه في السبيكه. فانا لما قلت له ان انا لا، ده انا لسه شاريها دلوقتي حالا، هي اللي هي البيضه اللي قدامكم دي، شاريها تاني من محل تاني ب 2050 جنيه. طبعا ما صدقش ونزل لي 80 جنيه بالعافيه، عشان ما يقوليش ان انا هو مثلا هو حرامي وكلام من دوت عامه يعني. فاللي هو انت خليكي استثمارك انت لنفسك انت. طيب اللي بصي بقى، انا هقول لك الحقيقه اللي ناس كتير مش هتقولها لك بصراحه. مفيش حد يقدر يضمن اتجاه الدهب 100%، بس في مؤشرات او قويه جدا لازم تفهميها. اول حاجه يا بنات، ان في مؤثرات اقتصاديه كبيره حوالينا، وده دايما بيخلي الناس تروح تشتري ذهب كامان. يعني ببساطه كده، كل ما الدنيا بيبقى فيها قلق ان الذهب بيغلى، وطبعا الناس بتطلع تيجي تشتري الذهب كامان وكاستثمار. لكن في نفس الوقت لو الفايده زادت والدولار ارتفع، غلى، يعني الذهب ممكن ينزل شويه. بمعنى ايه يا بنات؟ ان لو الدولار، ان لما يكون الدنيا فيها حرب وكلام من ده، الناس بتخاف وتروح تشتري الذهب على اساس ان هو امان ليها لما الدنيا تقف. طبعا بيخافوا ان يكون الفلوس بتاعتهم في البنوك، لان ممكن يحصل اي حرب في اي وقت، وزي ما حصل كتير في بنوك كتير في بلاد كتير، ان الفلوس بتاعتهم راحت من البنوك، او إن راح نصها او راح مبلغ منها. فبيخافوا يا بنات ان هم يستثمروا فلوسهم في البنوك يعني وكلام من ده، فبيستثمروا في الذهب ان هم يقدروا ان هم يبيعوا في اي وقت. ده حاجة. الدولار لما ارتفع الفترة اللي فاتت الذهب رخص شوية، بس الدولار لو غلى الذهب هيرخص. ليه بقى يا بنات؟ لان في ناس بتبقى حابة ان يحط فلوسها. مثلا انا لو ست مثلا، لا قدر الله مطلقه او ارمله او ست بنفسي او كلام من ده، او راجل عامه يعني، وجالي مبلغ من المال كورث او نهايه خدمه في شغلي او معاش كبير او كلام من ده، ومش قادر ان انا اشتغل تاني، هل ان انا هستثمر فلوسي اللي هي موجوده ديت في الذهب وهروح احطها في الذهب وما تلقاش اكل او ما تلقاش ان انا اصرف كل شهر؟ طبعا في ناس بتفكر فيها كتير، وفي ناس كتير جمعت يعني اتكلمت وقالت في الموضوع ده. طب انا لو انا راجل قاعد مثلا وتعبت من الشغل ومعايا مبلغ معين، مش هروح احطه في الذهب وهروح ابيع كل شهر فتفوته او حته واقول والله انا هصرف منها. طبعا ده حاجه غلط. طب انا مش قادر ان انا افتح مشروع، او ست عندي عيال وما عنديش دخل مثلا، وجوزي تعبان او لا قدر الله متوفي او ارمله او مطلقه او كلام من ده، هل ان انا هجيب استثمار فلوسي اللي موجوده كلها معايا وجمعت مبلغ كبير وهروح احطه في ذهب وكل شويه ابيع منه حته دهب اصرف على بيتي؟ طبعا ده حاجه مش حقيقيه ومش طبيعيه، وما تمتش للصله اصلا بالواقع بصله اصلا. اللي هو انا كده ببقى يعني غبيه يعني، وبعمل حاجه مش حقيقيه. طب انا احافظ على فلوس ولادي وفلوسي ازاي اذا كنت انا مش قادره انزل اشتغل، لو مثلا معايا عيال صغيره او مش متاح ان انا اشتغل او تعبان او كلام من ده؟ فالناس بتقول ان انا هاخد الفلوس ديت، طبعا الدولار غلى فهروح احطه في البنك ويطلع لي فوائد. طبعا كل ما الدولار بيغلى وبيفضل فتره طويله يا بنات في الغلو ده، طبعا البنك بيحفز الناس ان تعالوا استثمروا فلوسكم عندنا، وطبعا بينزل فايده كبيره جدا عشان تقدري تعيشي منها الشهر. وناس كتير وفي ناس شيوخ كتير افتت في الموضوع ده يا بنات، مش انا بس اللي بقول، في شيوخ كتير افتت ان خلاص بدل مفيش قدامك حاجه تانية غير ان انت تحطي فلوسك في البنك، لان هي هتضيع او هتتسرق او مفيش ليكي دخل، او ان انت ممكن تروحي تعملي حاجه مش كويسه او تشحتي او تسرقي وفلوسك موجوده عشان الحرام. فربنا اتاح حاجات كتير جدا. ومعنى اصح ان ما كانش في حاجه اسمها بنوك ايام الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، بس كان في حاجه اسمها ربا، وده موضوع تاني خالص غير اللي احنا بنتكلم فيه. طيب انا كمان عايزه اقولك ان ده من حقك انك تعملي كده، وكمان تسالي شيخ وكلام من ده. طب لو الفايده البنك طلعت، الناس هتبدا تاخد فلوسها وتستثمرها في البنك عشان يطلع لها فايده ومبلغ كويس تقدر تعيش منه الشهر، او تكمل احتياجاتها اللي هي محتاجاها عشان ما تستلفش او تدين من حد. وده طبعا تفكير كويس جدا وسليم 100%، بس طبعا نسال شيخ فيه ونقول له ظروفنا بالظبط عامله ازاي، عشان مبقاش فيها حرمانيه يا بنات، ويبقى انا قلت كلام وتقولي لي انت قلت كلام وكده حرام. طب تمام.
كمان يا بنات الدهب بيبقى ينزل شويه عشان الناس بتبدا تخف شويه من عليه وما تشتريش الدهب لان الدهب نزل. ناس كتير بتخاف وتقول لك الدهب نزل، انا مش هشتري الدهب وهو نازل، وده اكبر غلطه الناس بتعملها دلوقتي، ان من الدهب ينزل تخافي ان انت تشتريه. عايزه اقول لك ان توقعاتي الفتره الجايه قبل السنه ديت ما تخلص ان الدهب هيوصل ل 10000 جنيه، والله اعلى واعلم. بصوا يا بنات كمان اما الدهب بينزل وشويه، وده اللي بيكون كل اللي احنا بنسمعه بيبقى حاجه اسمها تصحيح مؤقت. يعني الناس بتاخد الفلوس اللي معاها وتحطها في البنك ويطلع فايده، لان الدولار لما بيغلى الفايده بتزيد. طب نعمل ايه في الوقت ده؟ ونشتري دهب ولا نستنى؟ بصراحه اغلب التوقعات الخبراء بتقول ان اي نزول بيحصل الوقت ممكن يكون فرصه مش نهايه، بمعنى انك تشتري. يعني الذهب ممكن ينزل شوية بس الاتجاه العام لسه لفوق على المدى المتوسط مش المدى البعيد. يعني الذهب حتى لو نزل شوية هيرتفع تاني يا بنات مع الوقت ومع مرور الزمن. بس خلي بالك من الغلط اللي ناس كتير بتقع فيه لما بتشتري في الذهب، لما يكون في الطالع خالص وبتخافي تشتري لما السعر ينزل، وده طبعا حاجة غلط جدا. انت بتخافي ان السعر ينزل وكلام من ده. استثمار الذهب هو استثمار على المدى البعيد يا بنات، ونصيحة لو معاكي مبلغ مش محتاجاه دلوقتي، اشتري سبائك لو حاسة ان الحياة معاكي مظبوطة وهيبقى المبلغ كبير معاكي ومنتش محتاجاه دلوقتي خالص. كمان يا بنات في كومنت جالي وقال لي ان انا لما جوزي بيشوف معايا محوشه 5 جنيه ولا 10 جنيه بيتخانق معايا وبيقول لي اصرفيها انت محوشاها لايه. اولا يا بنات انا رديت عليها في الكومنتات، واحب كمان ارد عليها في الفيديو بتاعي، لان هي صريحه جدا وبتقول الكلام بشفافيه كده وصدق مع نفسها ومعانا. قولوا ردوا عليا يا بنات. اولا مش لازم جوزك يعرف انك بتحوشي فلوس، وده مش حاجه حرام ولا حاجه غلط ولا فيها حرمانيه خالص. اولا انت الفلوس اللي انت بتحوشيها بدل مش بتاخديها تصرفيها على حد تاني بره البيت، بدل مش بتاخديها تصرفيها على اهلك، على مامتك، على باباكي، على اخواتك، بدل مش بتاخديها تصرفيها في حاجات مش المفروض ان انت تعمليها، يعني حاجات تافهه زي ما بيقولوا، مش حاجات مهمه. فمش حرام ان تاخدي توفري من مصروف البيت او مصروف الشخص اللي هو بيديهولك، او ان انت مثلا يكون عندك رايحه تشتري حاجه هو عطيلك الحاجه دي تشتري، فانت فصلت فيها وطلعتي شطوره وفصلت فيها وجبتها باقل من ثمنها 100 200 جنيه فحوشتيهم. ده طبعا مش حرام ولا في اي كلام من ده، في حرمانيه خالص. اولا ما تخلوش جوزك يعرف انك بتحوشي. ايه ليه يعرف ان انت بتحوشي؟ ليه يعرف ان انت اخده من؟ لو طبعا في رجاله بتبقى مبسوطه جدا ان ستاتها بتحوش، بس ده الا من رحم ربي يا جماعه والله بصراحه. بس رجاله بتتبسط وطبعا وتقول لك حوشي حوشي، وبعد ما تحوشي كل الكلام ده وتجيبي حته دهب اول ما بيتزنق وقبل ما بيتزنق كمان، ده ممكن يطلع لك يعني مصيبه عشان يبيعك اللي انت حوشتيه، وتبداي من اول وجديد. وساعات بتحبطي وتقولي لا مش بادئه، طب ما انا ما بستفادش منها حاجه، ما بشتريش بيها حاجه، وفي الاخر بياخدها مني. طب ما انت تحوشي يا هبله وانت مع نفسك كده ومع دماغك كده، وما تقوليش انا حوشت حاجه ولا تعرفي انك حوشتي اصلا اي حاجه. ده اولا. تاني حاجة ان انت لما بتاخدي الفلوس انك حوشتيها وحطيتيها حتى لو في ربع جرام زي اللي انا جايباه ده، بتبقي في قمة سعادتك انك قدرتي تحوشي وقدرتي تكوني ست مدبرة كده وست موفرة كده، وقدرتي انك تحطي حاجة على الزمن. مش معنى كده انك ست مثلا خاينة او خاينة الامانة او كلام من ده. انت الفلوس دي مش شالة لاولادك، يعني انت بتساعديه بطريقة غير مباشرة. هيجي لها الوقت يا بنات وانك تقدري ان انت تطلعيها وتقولي له والله يا حبيبي انا حوشت دول، تعالى ما نفك زنقة. اما تكون زنقه بجد مش زنقه هي هو مخترعها عشان يخلص لك الفلوس. في رجاله عامه يا بنات والله بتبقى هتموت لو شافت في ايد الست جنيه واحد بس محوشاه، يخترع له اي مصيبه عشان يشيلوا منها او عشان ياخدوا منها. الخلاصه يا بنات حوشي من غير ما تقولي، حوشي وانتي في قمه الارتياح ومفيش اي حرمانيه في حاجه زي كده. انت بتاخديش منه وتخبي وتصرفي على حد تاني، انت كله البيت والولاد. عايزه اقول لكم كمان يا بنات ان الصح بقى انك تراقبي السوق كويس جدا وتفهمي امتى تدخلي وامتى تشتري وما تشتريش كده وخلاص وفي الاخر القرار قرارك. بس اهم حاجه ما تخليش الخوف او الترند هو اللي يتحكم فيك. ده اول حاجه. تخليش حد يقول لك انا اشتريت ومش عارف ايه، تخليش صاحبتك اشتريت قبلك بيوم قالت لك لا ده الذهب رخيص فرحت اشتريتيه بيوم، بعد كده تلاقيته غالي مثلا 100 جنيه فانت ما رحتيش اشتريتيه. صدقيني يا بنات والله بتفرق جامد جدا على المدى البعيد، انك هتفرق معاكي جدا. انا اللي قلت لك اهوت ان في سنه ونص بس جالها ضعف الضعف، يعني حق السبيكه ونصها كمان، يعني حق مره ونص.
معنى انك لازم تكوني صبورة جدا في حكاية استثمار الذهب، والكلام اللي انا بقوله ده من كلام واقعي حصل قدامي، لان احنا بنبقى مجموعة من الصحاب اللي بتبقى بتفرق معاها وبتقدر تحوش مبلغ، احنا بنروح نشتري لها وبنبقى عارفين ان هي شارية الذهب وبتحوش وبنشجع بعض، ودي تشجيعة كويسة جدا. قولي لي بقى، لو انت معاكي فلوس دلوقتي هتشتري ذهب ولا تستني؟ انا من رأيي انا لو معايا فلوس دلوقتي هشتري ذهب، مش هحط الفلوس في البنك، لان فلوس البنك على المدى البعيد يا بنات حتى لو ما خدتش منها فايده وسبتيها الفلوس قيمتها بتقل، الذهب قيمته بتزيد، ودوت المفروض اللي انت تكوني عارفاه وتكوني اخده بالك منه. رب الفيديو النهارده يكون افادكم كلكم، ويكون انا رديت على اكتر الاسئله اللي بتتسال لي، ولو في اي اسئله اكتبها لي في الكومنتات، ويا رب كده لو ما كنتيش اشتركتي في القناه بتاعتي تشتركي فيها، وانا قلت لك والله المعلومات كلها بكل صراحه بكل وضوح. الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لك كمان معلومات مفيده جدا، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولا تنسوني باللايك والشير والسلام.